السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة تحلية جميلة جدا وسريعة، مش هتاخد منك وقت خالص، وبمكونات بسيطة خالص وموجودة في كل بيت، وشكل جديد للحلو على شكل الكرواسون الصغير كده. حاجة كده من الاخر، مش بتجيبي مولتو ميني مولتو، دي حاجات صغننة هتعمليها على ايدك وبعجينة بسيطة وبتكاليف بسيطة خالص خالص خالص. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك. ده اول مرة يشرفني، انا سمية من مصر، قناة اكلة وفكرة مع سمية. هتلاقي عندي اكلات كتير وافكار كتير وحاجات حلوة كتير. تابعيني، هتنزلك فيديوهات خطيرة. اعملي حفظ للقناة عندك وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو انزله ان شاء الله. يلا قبل ما نبدأ الفيديو نعمل لايك للجمال ده كله. شايفين الجمال؟ حاجة كده من الآخر بصراحة تحفة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف مقاديرنا ايه. مقاديرنا بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين. هنبدأ كده. معايا كوبايتين زبادي او علبتين زبادي اهي. علبتين زبادي هفضيهم في البولة صغيرة كده عندي. ادي علبة، وهجيب العلبة التانية افضيها برضو كده اهي. نزلت مرة واحدة كمان اهي. ادي اول مكون معانا، علبتين زبادي. معايا كوباية دقيق اهي، نزلت بكوباية الدقيق. هجيب معلقة بيكنج باودر اهي، وهعجن بقى. اشيل بقى البتاع ده وهعجن كويس جدا. هو بس المكونات بتاعتي دي زبادي ودقيق، كوباية دقيق وعلبتين زبادي ومعلقة بيكنج باودر، وهعجنها كويس جدا جدا. لو احتجت دقيق هضيف دقيق، لو احتجت مية هضيف مية. هعجنها كويس لغاية ما تبقى معايا عجينة طرية وحلوة كده ولينة وناعمة. طبعا مفيش اي مكونات تانية اهي، هي بس كده. لو عجنتها كويس هتلم معاكي. امسكي العجينة بايدك التانية هتلاقيها ما بتلزقش ولا حاجة. خلاص هسيبها كده وهجهز. هسيبها ترتاح بس 5 دقايق ولا كده عشان اعرف افردها، وهرجع تاني اهي جاهزة. هرش على الرخامة بتاعتي شوية دقيق، وهفردها على شكل دايرة بسمك نص سنتي. هفرد بقى على شكل دايرة اهو. هسوي كده الدقيق عشان ما تلزقش مني. شفت العجينة طرية وحلوة بتتفرد معايا ازاي؟ كل الحكاية اللي انا ريحتها بس 10 دقايق اهي، لا بتكش ولا اي حاجة. رفعي 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 اقل من نص سنتي كمان. شايفين السمك؟ هسويها بقى، هسوي الاطراف كده، اعملها دايرة حلوة كده عشان لو في حتة رفيعة تخينة تتفرد معايا كده. تمام. هجيب بقى قطعة البيتزا دي او السكينة او اي حاجة، وهقطع الدايرة دي 4 تربع. كل ربع من دول هقطعه مثلثات صغيرة. هعمل نصين وبعدين النصين ربعين كده. هقطعها بتاع يعني النص هيعمل بتاع 6 اهي. عايزة تعملي اكتر من 6 هيعمل معاكي. انا عايزاه حاجات رفيعة كده اهي. كل ربع هقطعه بنفس الشكل ده. انا ما سرعتش اللقطة دي علشان تشوفوا انا بقطعها ازاي اهو. انا عايزاها مثلثات كده اهي. كده قطعتها كلها، قطعت ال4 تربع. هاخد بقى مثلث منهم كده واحط شوية شوكولاتة او مكعب شوكولاتة صغير. انا ما عنديش غير الشوكولاتة الشيبس دي فاستخدمتها. لو في مكعبات هتقطعيها مربعات صغيرة، وامط بقى كده والف، امط والف اهي كده. جهزت معايا. هجيب واحد تاني اعمله معاكم اهو. هحط شوية شوكولاتة كده او مكعب شوكولاتة وهلفها، اقفل عليها كويس، وبعدين هلفها زي الكرواسون وامط كده والف، امط والف، امط والف. شايفين الجمال اهي؟ كرواسونة صغيرة. هكمل بقى كل الكمية بالمنظر ده. عايزة تحطي شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني، اللي انت عايزاه. على فكرة ممكن تحشيها جبنة كمان وتبقى حادقة. شايفين الجمال اهو؟ امط كده والفها. شايفين؟ هخلص كل الكمية وهروح بقى على النار. عندي طاسة فيها زيت سخن، وهنزل بالكرواسون بتاعي اهو.
الزيت سخن على نار متوسطة. هنشوف دلوقتي هتعمل ازاي معايا، هتنفش وحجمها هيزيد اهي. هبدأ بقى اقلبها قصدي لغاية ما تاخد لون ذهبي حلو كده اهو. شايفين اللون وجماله؟ اقلب بس تكون على نار وسط عشان ما تبقاش عجينة من جوه نية اهي زي ما انتوا شايفين كده. واحط الكمية التانية، انزل ببقية الكمية. عملت معايا كمية حلوة ما شاء الله، كوباية الدقيق. شايفين الجمال؟ عندي بقى سكر وعليه قرفة، وهنزل بالكرواسون وهو سخن فيه وهقلبه اهو. تاخد طعم السكر والقرفة، وهبدأ اطلعها في الطبق. هعمل بقية الكمية بنفس الشكل. شايفين الجمال اهو. وهجيب صوص شوكولاتة كده كان عندي، وهبدأ ارش عليها على وشها كده، بس هو ماسك شوية عشان الجو برد. هنزل بقى عليها كلها صوص الشوكولاتة كده، معلش هو بينزل بالعافية زي ما قلتلكوا عشان بس الجو برد وهو مسك من السقعة اهو زي ما انتوا شايفين. وكده عملت احلى حلو واسرع حلو، مش هياخد منك وقت، وحاجة جميلة جدا. لو طب عليك ضيوف فجأة قومي اعمليه في ثواني، مش هياخد منك اي وقت. شايفين الجمال؟ وطرية طرية ازاي، وتحفة بصراحة جميلة. جربيها وهتدعيلي. واعملي لي لايك بقى للفيديو، وشيري الفيديو كتير 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 عشان يوصل لأكبر عدد، ويعملوا الجمال ده كله ويجربوه ويستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا. يلا بسرعة، عايزة تعليقات كتير، تعليقات قولولي رأيكم في الوصفة وعايزين انفذ لكم وتابعوا القناة، ان شاء الله هتنزل لكم فيديوهات جديدة حلوة جدا. تابعوني وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة أكلة وفكرة مع سمية.